أشيع كلام كثير اليوم عن فتح نادي الزمالك أو مجلس الإدارة خط مفاوضات مع توأم حسام وإبراهيم حسن لتولي قيادة نادي الزمالك. ما فيش حاجة من دلوقتي في نادي الزمالك لا بتفتح أي موضوعات خاصة بالموضوع خالص خالص، لأن احنا قعدنا مع الكابتن حلمي وكان الكابتن أيمن يونس موجود، اتفقنا على حاجات. النهارده قاعد الكابتن حلمي مع الكابتن أيمن يونس عشان يقول احتياجاته. طب يبقى ازاي انا هروح اتفاوض؟ انا راجل مش دغري يعني، ما ينفعش. ايه وجه الخلاف ما بين مجلس اداره نادي الزمالك والكابتن حلمي طولان بصراحه؟ ما فيش وجه اختلاف، احنا حاليا في ضائقه ماليه. الناس كلها بتتطوع للمساعده، فهي يمكن انت عارف ما تعملش عقد من المجلس السابق، وحتى الجلسه اللي اتعملت كان انليجال، مش مظبوطه مش مكتمله، فلازم يحصل تفاوض ونقلل شويه المشاكل لغايه ما نقدر نوفي بالكلام اللي بنقوله. يعني ما ينفعش اقول له انا هديك مليون جنيه وبعدين بدي له شيك وبعدين يبقى من غير رصيد، ينفع؟ طيب هو ده الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. هل طلبتوا الجهاز الفني بقياده الكابتن حلمي طولان بتخفيض الرواتب؟ احنا بنشوف مقترحاتهم، هنناقشها في مجلس الاداره يوم الاثنين ان شاء الله، وبناء عليه بنتكلم معاهم.